يوم حصاد السنين. صباح الخير، كيف الحال؟ يلا بينا نشوف اللي هيحصل النهارده. الحمد لله. الواحد مبسوط. عودة إلى فيديوهات اليوتيوب. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ثواني نشارككم هذه اللحظة العظيمة. طبعا الفترة اللي فاتت او كده كل الناس بتقول انت فين ما بتنزلش فيديوهاتي، بس الحقيقة انا كنت في ضغط كبير جدا جدا جدا. انا كنت اقدم على اوراق، ويا ترى قبلوني يا ترى رفضوني يا ترى مش عارفة ايه، بس الحمد لله طلبت الاقامة الدايمة بتاعت روسيا. انا مواطن روسي الحمد لله. زمان لما قررت ان انا اجي روسيا او لما قررت اسافر اي حد، كان انا نفسي اسافر المانيا جدا، ولكن سبحان الله فضلت اصلي استخاره وما الامور ما ظبطتش، ما اعرفش ليه، ورديت بقضاء ربنا الحمد لله، وصليت استخاره في موضوع روسيا وربنا اكرمني وجيت الحمد لله. ربنا كرمني، اتعلمت اللغه الروسيه في وقت قياسي، اشتغلت، فتحت مشروع صغير، خرجت من هندسه تقدير امتياز الحمد لله. النهارده استلمت الاقامه الدايمه. احساس عارف بصراحه اوصفه ازاي خالص، ما اقدرش اوصفه. اولا ده مش شطاره مني خالص، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى، لاني انا لا املك اي حاجه في اي حاجه خالص الدنيا، ولا انا عملت كل ده بمجهودي، ده بكرم من ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمات ربنا عليا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس ان انت بعد سنين كتيره كده جدا تحس ان انت عطائك او لقيت الثمره زي ما بيقولوا. كان موضوع كان كل يوم. طبعا اي حد عايش في روسيا عارف انت لما تيجي تقدم على الاقامه دايما انت بتستنى 3 شهور او 4 شهور عقبال ما بيترد عليك، وانا كل يوم بقى طب هم رفضوني، طب هم قبلوني، طب هم مش عارفه ايه. طبعا الاقامه دايما انت كده بتبقى زيك زي المواطن الروسي بالظبط، لا يختلف شيء غير بس ان انت ما ينفعش ان انت تنتخب حد. مع ان كان عندي حلم انا عايز اخد مثلا جنسيه دوله تانية او اقامه دوله تانية، عشان لو عايز اجيب اهلي اي حاجه الكلام ده. فعايز اقول لك رساله واقول لنفسي رساله. في اول الطريق ده لما انا جيت سافرت او بدات المشوار ده كتير جدا قالوا لي انت مش هتوصل، قالوا لي انت مش هتعمل حاجه، قالوا لي انت هتفشل، انت فاشل، وهتسافر روسيا ايه ده، روسيا دي مش عارفه ايه والكلام ده. المقصد من الحوار ما تسمعش لكلام حد، وانت في مشوار او رحله حياتك اعمل حاجتين، اقفل ده واقفل ده بس. فاقفل ده واسمع بده كتير ماشي، ما تسمعش لحد، ما تخليش حد يحبطك. لو انت اعمل حاجتين انا دايما اتعلمتهم في حياتي، استخير واستشير. يقول لك استخاره الرب واستشاره العبد، يعني في اي امر في حياتك جديد اعمل استخاره واستشير حد مقرب منك. فالحمد لله ده اللي انا عملته في موضوع روسيا، واستشرت كان مثلا ابويا امي اي حد، ناس قريبه مني، ربنا كرمني الحمد لله وجيت روسيا. كنت بصراحه وانا جاي روسيا ما كنتش طايق نفسي نهائيا خالص خالص، وقلت دي مرحله ما، بس ربنا كرمني الحمد لله. جيت كنتش اعرف ان انا ممكن اخد اقامه مؤقته في اقامه دايمه، اللي هو دلوقتي زي اللي معاه جنسيه بالظبط، انت زيك زي الروسي. عايز بقى دلوقتي تجيب اهلك، عايز تعمل اي حاجه براحتك بقى دلوقتي، مفيش فيزا حاكماك، مفيش اي حاجه حاكماك، فتخليش حد يحبطك. ثق في نفسك، ثق في حلمك، انت عندك هدف ركز فيه وسع عشانه، انت جميل، انت عظيم، انت زي الفل، انت مفيش منك اتنين في الكون. اخر حاجه شكرا لدعمكم في الرحله دي، لكل واحد هو دعمني او كل واحد وقف جنبي بجد شكرا، جزاكم الله كل خير. عارف اقول لكم ايه؟ بس ما تنساش ان انت تعمل لي فولو ولايك وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه جميله وكده. هو كيف الحال الى